وهيك الذهب طلع. شوفوا شوفوا المنظر ما احلاه. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ذهب عيار 24. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي رواد صفحة قناة شام الاصيل. الله يسعد اوقاتكم يا رب. بتمنى تكونوا بخير على طول انتوا واولادكم واحبابكم. الله يتقبل طاعتكم يا رب. صرنا بالعشر الاواخر وان شاء الله ربي بيتقبل طاعة الجميع ويجعلكم من عتقاء هذا الشهر الكريم. وبهالمناسبة حبيت هيك باخر رمضان ساوي لكم وصفة طلبتوها كثير وبيسعدني اني البيكم فيها، واللي هي اساور الكعك بالتمر. رح نساويها اليوم بطريقة مبسطة وتطلع معكم ان شاء الله 100%. مباشرة بنروح على المقادير. اخواني بالنسبة للمقادير انا مساوي اليوم عيار صغير، بدكم تكتروا بتدوبلوا المقادير. هلا انا اليوم عامل نص كيلو طحين. نص كيلو طحين متعدد الاستعمالات بيطلع 3 كوب ونص تقريبا حسب الكوب اللي عندي. اذا بتشتغلوا على الوزن بيكون افضل لكم. عندي هون نص كيلو معجون التمر. عندي هون نص كاسة سميد او الطحين الفرخة، السميد الناعم جدا. عندي ربع كاسة حليب بودرة وربع كاسة سكر بودرة، 3/4 الكاسة سمنة، وربع كاسة زيت زيتون، معلقة صغيرة شمر، معلقة صغيرة يانسون مطحون، معلقة صغيرة حبة البركة، نص معلقة صغيرة خميرة، كم حبة مستكة. هدول بيعطوا نكهة كتير طيبة. إذا مو موجودين بيمشي الحال، بس إذا موجودين بيعطوا طعم كتير أطيب. عندي معلقة كبيرة ونص سمسم، ونص معلقة صغيرة أو معلقة صغيرة محلب، ممكن ما نحطها كلها. وعندي هون 3/4 الكوب مي، بس هي مية اليانسون، يعني بتغلوه 3/4 الكاسة. لهذا العيار بده 3/4 الكاسة مي، وبنحط معها يانسون وبنغليهم شوي لحتى تصير معنا هي المي تعطي طعم طيب ولون حلو للأساور. وممكن احتاج مي وحط لها. هي كل مقاديرنا. بنروح على التحضير. اخواني هلا اول شيء بدي اعجن العجنه. بحط المكونات الجافه. بسم الله. بنحط اول شيء الطحين نص كيلو قلت لكم، وهي الحليب ربع كوب، وهي نص كوب طحين الفرخه او السميد الناعم، وهي ربع كوب سكر بودره، هي الخميرة. معلش لو حطيناها معهم ما بيأثر، تاخذ مفعولة ما تاكلوها. حبة البركة، الشمة، يانسون، محلب. ما حطيت المعلقة كلها المحلب لنشوف. وهي السمسم. هدول المستكة راح اطحنهم مع شوية سكر وبعدين بنحطهم. ما بينحطوا هيك دغري بيعلكم ما بيدوبوا نهائيا. رح احط لهم شويه سكر. وهي طحنا المستكه مع شويه سكر. السكر ليش؟ مشان يساعدها على التنعيم، تنعم دغري. وهي ربع كاسه زيت الزيتون. بسم الله. وهي 3/4 الكاسه سمنه. السمنه بحراره الغرفه، مو سايخه كثير، يعني سائلة ولا جامدة. وهي مية اليانسون بنضيفها كل المكونات سوا، يعني كثير سهلة، ما في شيء قبل شيء. بنحرك. بسم الله. لقيناها بدها مي بنعطيها حسب الطحين اللي عندكم. رح بعجنها وبرجع لكم. اخواني حطيت انا كل السوائل اللي قلت لكم عليها، طلعت ناشفة بدها. رح احط لها ربع كاسة مي. بسم الله. حتى الربع كاسة ما بحطها دغري كلها مشان ما تغرقوا بالمي، تصير مريئة تعودوا، تصير بدها طحين وبدها. شايفين بنحط لها لحتى نشوف قوامها صار منيح. هي لا بدها تكون مريئة ولا بدها تكون جامدة كتير. يعني بتوقع بتاخدها للربع كاسة تطلع تمام بإذن الله. يعني مجموع السوائل اللي هلا حطيناها باستثناء السمنة والزيت كاسة مي. 3/4 الكاسة حطيناها مية اليانسون وربع كاسة مي. هيك اخوان العجينة صارت تمام. شوفوا قوامها تاخذ العقل. بس هلا شو بدها رياحة. بنريحها هيك شي ربع ساعة
وبرجع لكم. اخواني بالنسبه للتمر انتم فيكم تحطوا النكهه اللي بدكم اياها. انا بالنسبه الي لانه العجينه فيها يانسون وفيها محلب وفيها كل المطيبات، انا الحشوه بحب طعمة العجوه مع السمنه العربي او السمنه الحيواني، فما بحط لها شيء. انتم بدكم تحطوا حطوا. شوفوا شلون انا دعكتها مع معلقه سمنه، هدول النص كيلو، شايفين ما احلاهم؟ هلا لبين ما ترتاح عندي العجينه بجهز عندي هدول بنساويهم اسطوانيات مشان نحشي فيهم. وانتم قديش بدكم نسبه العجوه بقلبها او التمر، بتخلوا الاسطوانه رفيعه تخينه يلي انتم بدكم اياها. هيك هلا انا رح ساوي هدول، رح ساويهم بهذا الشكل كلهم وبرجع لكم تكون ارتاحت عنا العجينه. هيك اخواني عجينتنا صارت جاهزه، والتمرات شوفوا شلون، مو شرط يعني وحده طويله وحده قصيره، انتم بتتحكموا هذا الشيء هلا حسب وقت التشكيل، بس يعني تقريبا هذا الطول الاكثر. هي النص كيلو كله جهزته، العجينه ارتاحت عندي وصارت يا سلام. شوفوا ما احلاها، يا سلام. ها شايفين القوام ما احلاه، لا مشققه ولا شيء. نعملها هيك، كثير شغلتها سهله. هذا تقريبا حجم الاسواره. ها نعملها هيك، موضوعنا كثير سهل. جبنا التمر، نسبة التمر بقلبها قد ما بدكم. ها ان شاء الله يكون واضح عليكم بهي الكاميرا اللي فوق راسي. ها بنسكر عليها العجينة، تسكرت هيك. ها عملنا لها هيك، شوفوا محلاها. بدكم اياها ارفع ادخن اللي بدكم اياه، بس انا هيك بلاقيها كثير منيحه. هيك صارت عنا الكعك جاهز. ها بنصفه بالصينيه، ما في داعي ندهن الصينيه لانه هي العجينه فيها دهون، فيها سمنه وفيها زيت. رح خلصهم كلهم وبرجع لكم. هيك اخواني خلصوا الكعكات، كنت رح احط لهم سمسم ونسيانكم. ها لتلاقي لكم عليها. هلا هيك خلصوا، طلعوا عندي 3 صواني، تنتين وحده من هي وتنتين اصغر بشوي. هلا بنجي للكعكه هيك بخت مي، في ناس بدهنوها بيض تعطي لمعه، بس انا ما بفضل، وبنحطها هيك بالسمسم تطلع معنا فلافل بالعجوه. هيك بخت مي حطيناها بالسمسم، هيك بتاخذوا اظرف كعك. رح خلصهم كلهم وبرجع لكم. بهذا الوقت انا بكون مشغل الفرن على درجه حراره 250، يعني اعلى درجه حراره، وبحطها بالطابق السفلي لحتى يستوي. الطابق السفلي هو اسمه الطابق الرف السفلي. المهم لحتى يستوي السفل، واذا بدها شوي من فوق بنعطيها. يعني انتم لازم تكون عينكم ميزانكم. وهيك الذهب طلع. شوفوا المنظر ما احلاه. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، ذهب عيار 24. وهيك اخواني نكون وصلنا لنهايه وصفتنا، وهي النتيجه اللي وصلنا لها. اتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ساووها وكثير تدعوا لي. بتعرفوا ريحه البيت اللي طالعه، ريحه المحلب مع اليانسون مع الشمر، شيء بيطير العقل. سووها بنفس الطريقه والمقادير، وان شاء الله بتعجبكم. شوفوا المنظر ما احلاه. شوفوا بس لو الدنيا افطار لندوق هلا قدامكم، بس شغله على كيفكم. ها راح نفتح وحده قدامكم. شوفوا يا سلام يا سلام. شايفين هيك بدها تذوب بالدم. ها مثل ما لي هلا عم بفرطها بايدي. شايفين شغله على كيفكم. سووها بنفس الطريقه، وان شاء الله بتدعوا لي. واذا عجبتكم لا تنسوني من صالح دعائكم بالليالي الفضيله.
تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.